هسه راح نروح، حضرنا كل شي وراح نسافر عبر السيارة. مع السيارة هسه الكل قعدوا، أخيرا خلصنا كل شي، قعدوا الجهال وطيناهم السناكس وهنا ملينا ملي. يلا أنا راح أركب هنا هم غراض كوما، ما شلون راح أقعد، يلا نشوف. قعدت بالسيارة والهوسة مالتي هنا علي، شوفوا جنطة وغراض وكلهم خطية هيجي قاعدين، بس شنو شوي راح نفرغ الستراكس. هسه احنا رايحين راح نفول. بعد عيني طلعنا احنا، هذا تشوفون راح نروح هاي الطريق مالتنا. هسه اول طريق شوبنهام دنمارك، نروح شوبنهام بعدين نروح دنمارك داخل ندخل، بعدين نروح ألمانيا على هامبورغ، وهناك يجوز نلقي لنا هوتيل ونبقى ليلة وبعدين نكمل الطريق نعبر للدنمارك عن طريق الجسر الشهير، جسر الأورسوند برون اللي يدخل بالماء. هنا ما اقدر مع الأسف ما اقدر يكبر هنا. واحنا هم فولنا هم بنزين وفولنا كهرباء، هي هيبريد هاي السيارة، ودرجة الحرارة 21 هنا بالسويد. هسه هاي الطريق إلى مالمو. أول شي نروح عندنا كم شغلة نخلصها وبعدين نكمل نروح الدنمارك، فابقوا ويانا. ريفي يعني طريق ريفي. هنا روسنغورد، واحدة من أشهر المناطق هنا بمالمو أو السويد حتى. هاي المنطقة معروفة بكل الجنسيات والثقافات، يعني هنا تلاقون ناس من الصومال، من العراق، البوسنة، سوريا، أفغانستان، كل شي. وبيها محلات عربية وأسواق عربية، يعني واحد بس يدخل يقول سلام عليكم. أشوف بس وصلنا روسنغورد جعنا، لأن نعرف روسنغورد بيها أكلات طيبة وبيها هواية منوعات بالأكل، فقعدنا بروسنغورد. وهاي مكان جديد مسوي، هذا باباديلاس، كلش معروف بروسنغورد، يقول never give up the fight. وأخيرا اجى الأكل، جوعنا كلش، جوعنا 200 جوع. وناس سألته طيب الأكل إيه، وداني هم أصلا ما بيحل يجاوب من الجوع. والله المناقيش كلش طيبة كانت، خصوصا هاي أبو اللحم، الأكل كان كلش طيب. وإذا أنتوا جربتوا ماكلين من نفس المكان قولوا لي شنو رأيكم بيه، أنا كلش حبيته. وهاي بس 30 كرون، يعني بتشي خبط بالدولار جد يصير 30 كرون، $3. شنو حصلت؟ لبان؟ من الطاق؟ عمو؟ عمو؟ اي عمو. يلا نكمل السفرة مالتنا. هاي باصات مالمو، باص 5. عندنا كم شغلة هنا بمالمو قبل
هسه احنا قررنا، لان هواي اشياء صراحة كان عندنا هواية اشياء نسويها، غراض نرجعهن وش اسمه شغلات لازم نكملهن، فتأخرنا. فهسه الساعة بيش بالله، هسه الساعة 6 العصر واحنا بعدنا بمالمو. فقررنا نرجع لبيتنا نبات ليلة ونعيف كل شي بالسيارة. فبس الصبح نقعد، من الصبح نتريق، وبعدين نتريق وبعدين نجي نقعد بالسيارة ونطلع. ليش؟ لأنه هسه واحد يتعب 6 ساعات أقل شي، لازم نسوق 6 ساعات حتى شنو؟ حتى نوصل الهامبورغ. وبعدين هناك أصلا بالليل مو حلو واحد رايح متأخر، الهامبورغ أصلا مدينة حلوة إذا واحد وغالية جدا هم. فإذا هيج هاشين شوف ساعة زين واثق ما شاء الله تبارك الله. فذول الجهاز طبعا، بس هم حبابين افتهموا الموضوع، شافوها صعبة. هاي شوف ساعة، شوف ساعة زين صار حلو. او ماي جاد، فم مينوتر وفم مينوتر ايش كنت حلو. عشان صفرك صفر، جاهز للجندية بس كلش حلو صارت عافية. دا اشرح انه ما رحنا ما سافرنا، فباكر الصبح نطلع من غبو شد بيس بيس بيس، هاي عصفورة تحكي واحنا نروح نطلع. هاي خلابينيو مالتك، عندنا عصفورة هي من الصبح دائما توعينا بالخمسة، تجي على الشباك مالتنا وتغني، صوتها حلو بس شنو توعينا. فهي على غبشة هاي خلابينيو، نسميها خلابينيوس، عليها نقوم باكر ونروح. زين شوفونا باكر ونكمل الحكاية، السفرة قصدي. يلا باي باي. هلو حبايبي، صباح الخير. اليوم يوم الثاني، فنسوي نيتفو شوك، يعني نحاول مرة ثانية. وواثق اقفل الباب حتى نروح أول منطقة، نروح هامبورغ ونشوف شي يصير ما يصير. مو واثق؟ أي. صباح الخير. صباح الخير. شلونك؟ شربت شاي؟ لازم شاي. لازم شاي. يلا عيني، هذولا هم جاهزين الأولاد، كل واحد شو اسمه مالته جاهزين. هيا بنا. هيا بينا. يلا بيسس.